السلام عليكم طلاب سينيور 3 في كل الجمهوريه، الشعبة الادبيه. عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده باذن الله موعدنا مع المراجعه المنتظره، المراجعه اللي انا قايل لك عليها هتظبط لك الدنيا خالص 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 من البدايه حتى ما وقفنا. مراجعه شابتر 1. شابتر 1 statistics، وهو شابتر الجميل جدا بالنسبه لسيادتك اللي باذن الله ضامنه في امتحان اخر السنه لو انت كنت متابع معانا من الاول. لو انت طالب جديد اول مره تشوفني دلوقتي، فهو شابتر 1 النهارده هعمل لك عليه مراجعه شامله تماما باذن الله، حل وشرح وفرم وتظبيط ومسائل عليا ومسائل متوسطه ومسائل امتحان السين سابقه ومسائل استرشادي، كل حاجه استرشادي وكله كله كله. فتابع معايا كده الفيديو باذن الله، هيبقى فيديو باذن الله جميل. هنعمل ايه فيه؟ هنشرح اول حاجه كل حاجه سريعا، ونحل على كل حاجه كده ايه تخاطيف، ثم هنحل اهم الاسئله على شابتر 1. اهم الاسئله وردت على شابتر 1 وردت في ايه يا مستر؟ وردت امتحانات سين سابقه، امتحان السنه اللي فاتت وهو طبعا اهم امتحان عشان كان في المجموع، و الاسترشادي طبعا بتاع السنه اللي فاتت، والاسئله بقى المهمه اللي كانت عندنا في الواجب الصعبه بالنسبه لسيادتك، الاسئله اللي الطلبه وقفت فيها، الاسئله اللي انا كنت بقولها في الحصه بس ما كانتش مكتوبه، وهكذا. يبقى احنا باذن الله تاني هنعمل ايه؟ نشرح مع بعض باذن الله اهم حاجه في شابتر 1، ثم نعمل سمري يعني لذيذ، ثم هنعمل ايه؟ هنحل بقى كل الاسئله التي وردت على شابتر 1. نعمل ايه دلوقتي؟ نقول بسم الله ونبدا ونسمي الله. هنتكلم مع بعض على شويه حاجات كده بخصوص شابتر ده. اول حاجه، احنا عندنا كام شابتر يا مستر؟ عندنا 5 شباتر. عندنا 5 شباتر، اول شابترين بيتكلموا على الداتا، وبعد كده الثالث والرابع والخامس بيتكلموا على التجارب اكسبيرمنت والكلام ده كله. ايه الداتا دي؟ اول حاجه الداتا دي على اكس وواي، يعني هنتكلم على اكس وواي. فالكورليشن يعني علاقه ما بين اكس وواي. ايه اكس وواي دول؟ حاجتين، اي حاجه. قال لك الكورليشن العلاقه بتكون يا اما دايركت يا اما انفرس، يا اما دايركت يا اما ايه؟ يا اما انفرس. تمام. الدايركت دي يعني الاثنين بيزيدوا سوا او بيقلوا سوا، يعني اهم كلمه هي سوا، توجذر. يعني زي ايه يا مستر؟ يعني مثلا زي، تعال نشيل دي كده من هنا وبعد كده نكتبها تاني. لينير، موضوع لينير يعني ايه بيزيدوا سوا ويقلوا سوا؟ يعني مثلا كان عند سيادتك قلت لك ان انت ذاكرت عدد ساعات اعلى، يعني ذاكرت اكتر ستادي اكتر، عدد الاورز، ودرجات سيادتك الديجريز عليت، فده كده دايركت. طب لو انفرس، فمثلا قلت لك ذاكرت اكتر فاخطائك قلت، ده انفرس. تاني يا مستر تاني، اشتغلت اكتر فلوسك زادت، دايركت، الاثنين زادوا سوا. اشتغلت اكتر ف ايه مثلا قلت؟ مثلا نقول مثلا اخطائك قلت، اشتغلت اكتر اخطائك قلت. مثلا نقول الهوسبيتالز زادوا، الامراض قلت. نقول مثلا دول انفرس طبعا. طب واحده دايركت، عدد شغلك قل ففلوسك قلت، الاثنين قلوا سوا او زادوا سوا. ده سوا، زادوا او قلوا، عشان في ناس بتتلخبط لما اقول لهم قلوا يقول لك انفرس. طب انفرس واحده زادت الثانيه قلت، عكس بعض، واحده زادت الثانيه قلت، دايركت وده انفرس. قال لي سيادتك انا في الار، ايه هو الار ده اللي عندي سيادتك اللي هو الارتباط من كام لكام؟ قال لك الارتباط ده على طول يعني من نيجاتيف 1 لل1، سيبه دلوقتي. طيب الدايركت، قال لك الدايركت ده بوزيتيف، يعني من كام لكام؟ يعني من الزيرو لل1، ال1 كلوزد بس الزيرو اوبن، عشان الزيرو دي حاجه اسمها نو كورليشن. نو كورليشن، مفيش علاقه اصلا، يبقى الزيرو اوبن. طب الانفرس يا مستر؟ الزيرو برضو اوبن. طب معمول ازاي؟ ده قال لك من نيجاتيف 1 لحد الزيرو اوبن والنيجاتيف 1 كلوز، عشان الزيرو برضو نو كورليشن. تمام، متفقين؟ طيب كده خلصنا دايركت والانفرس. بس كده يا مستر؟ بس كده. اتنين سوا دايركت، قال له سوا دايركت، واحده وواحده انفرس، شكرا. قال لي سيادتك حاجه اسمها بقى الار والديجري والدنيا الحلوه دي. ايه الار ده؟ قلت لك ان هو كورليشن كوفيشنت من نيجاتيف 1 ل1. مفيش حاجه اسمها حضرتك مرتبط معايا باعلى من 1، اقصى حاجه 1، وال1 دي اسمها بيرفكت، يعني ال1 هنا اسمه بيرفكت. طب النيجاتيف 1 هنا اسمه برضه بيرفكت. طب ايه هيكون في النص؟ هيكون الصفر. ركز بقى معايا واحده واحده عشان في ناس بتتلخبط قوي في الحته دي. تمام. يبقى الار من اللي فين؟ الار من نيجاتيف 1 ل1. مستحيل الار يبقى اعلى من 1 او اقل من نيجاتيف 1. بس متفقين؟ عشان نعرف نكمل مع بعض ايه باقي الفيديو. اعلى حاجه 1، اقل حاجه نيجاتيف 1. ده في الايه؟ في الار، ده في الار. تمام. قال لي سيادتك بقى الديجري. ايه الديجري ده بقى؟ ما هو في درجات للارتباط، يعني انت مرتبط بحد قوي بتحبه قوي، فده بيرفكت، جميل جدا.
مرتبط مثلا باكله معينه بتحبها نص نص، فده مودريت. مرتبط مثلا بحاجه كويسه شويه سترونج. في حاجه اسمها مثلا ايه ويك ضعيف، ومرتبط بقى ضعيف. فدي رتب او درجات للايه للارتباط. قال لك من الزيرو لحد ال 0.4 او الزيرو لحد النيجاتيف 0.4، يعني ده نيجاتيف 0.4 وده 0.4. قال لي سيادتك ده حاجه اسمها ويك ضعيف، ده ضعيف. طب من ال 0.4 لل 0.6 او للنيجاتيف 0.6 قال لك ده حاجه اسمها مودريت او ميديوم، مودريت او ميديوم. طب من ال 0.6 لحد ال 1، بس ال 1 مش معايا، حاجه اسمها سترونج. ونفس الكلام من الناحيه اللي هناك برضو حاجه اسمها سترونج. طيب لو جيت قلت لسيادتك ال1 سترونج ولا بيرفكت؟ لا بيرفكت بيرفكت. طب السترونج بقى، السترونج قال لك من اول مثلا 0.6 لحد ال1 اوبن. اوبن ليه اوبن؟ عشان ال1 مش معايا، ال1 بيرفكت. تمام. فهيجي سؤال مهم جدا 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 عندك، ذا سترونجست كورليشن. ده سؤال مهم قوي. سترونجست كورليشن، هل هو النيجاتيف 0.9؟ هل هو ال 1.2؟ هل هو ال 0.8؟ هل هو ال 0.3؟ ها مين اكبر؟ بص يا باشا، السؤال ده سؤال اجباري على سيادتك تبقى عارفه، اجباري. اول حاجه ال 1.2 مش معايا عشان اكبر من ال 1، دي بقى ولا دي؟ دي بقى ولا دي؟ فسترونجست يعني اكبر رقم مناسب، يعني النيجاتيف 0.9. مستار سؤال كمان، هو الاكبر 0.14 ولا 0.7؟ مين اكبر يا جدعان؟ مين اكبر 0.14 ولا 0.7؟ ففي شخص طيب غلبان ابن حلال هيقول لي 0.14 عشان ده رقمين، ده رقمين وده رقم واحد. باشا بالله عليك بالله عليك، ازاي طيب ده هيبقى اكبر من ده؟ بص يا باشا، ال 0.7 هي الاكبر. ليه؟ بالبلدي ده رقمين ده رقم، هو 2 على 1 رجوله يا رجاله؟ لا مش رجوله يا مستر. فحط هنا صفر، يبقى ال 70 اكبر من ال 14. حبيبي يا مستر، ماشي تمام ماشي. يبقى احنا عملنا ايه حتى الان؟ عملنا كالاتي، ان انا دلوقتي عملت لك، طبعا انت بقى طالب قاعد فالفيديو ده نزل لك فبتعيد الكلام ده تاني، انت بتتفرج تاني. لو انت اول مره فانت لازم بقى ايه، يا اما تسمعه على الهادي، يا اما تعيده وتكتب ورايا كل كلمه انا بقولها. كل حاجه مهمه جدا. البي دي اف موجوده عندك في الديسكربشن في الشانل بتاعتنا، في كل الحاجات دي. لو انت ايه طالب، لو شفت الفيديو ده سواء على اليوتيوب او على المنصه فالبي دي اف موجود. تمام. تاني يا جدعان، الكورليشن يا اما دايركت يا اما انفرس. دايركت بوزيتيف من 0 ل 1، بس الزيرو مش معايا عشان الزيرو بيرفكت، او الزيرو سوري نو كورليشن. والانفرس من نيجاتيف 1 لل0 والزيرو مش معايا عشان نو كورليشن. قال لي سيادتك الار اللي هي كورليشن كوفيشنت من نيجاتيف 1 لل1. قال لي سيادتك حاجه ثانيه، ان الديجري في حاجه اسمها رتب. قال لك الديجري ده ماله؟ قال لك ان هو من نيجاتيف 1 لحد ال1، ال1 والنيجاتيف 1 بيرفكت تمام، الزيرو نو كورليشن. قال لك في حاجه اسمها ويك من 0 لحد 0.4 او لحد النيجاتيف 0.4 ويك، يعني مثلا 0.3 ويك، طبعا ويك دايركت او ويك انفرس. ال 0.2 ويك. طب ال 0.5 قال لك ان هي متواجده بين ال 0.4 وال 0.6، يبقى 0.5 دي حاجه اسمها مودريت او ميديوم. تمام. ال 0.9 ده سترونج، ال 0.8 سترونج. طب ال 1 ولا ال 0.9 مين اكبر؟ طبعا ال 1. طب ال 0.9 ولا ال 1.2؟ ال 0.9 ولا ال 1.2؟ لا طبعا ال 1.2 ده مش في العلاقه اصلا، فالسترونجست كورليشن هيجي يقول لك ايه؟ ده هو اقوى واحد. ده سؤال مهم جدا ومضمون باذن الله. اخر حاجه قبل ما نخش بقى في ان انت ازاي بقى تحل الار، قال لك لازم تبقى عارف ان انا بتعامل مع لينير فقط، علاقات لينير، علاقات خطيه، زي البريمتر اند السايد لينس. العلاقه دي مالها؟ العلاقه دي اسمها، بص بقى اسمها ايه؟ بيرفكت دايركت. تمام. انما لو جيت قلت لك الاريا، لا ده يا مستر الاريا دي حاجه اسمها نون لينير. نون لينير. تمام. هنخش دلوقتي بقى ازاي نحسب بقى الار بقى. ازاي نحسب الار؟ عند حضرتك في طريقتين. اول طريقه هي حاجه اسمها بيرسون قانون بيرسون. ده ايه؟ قانون بيرسون ده كالاتي، هيجي في الكراسه المفاهيم. يجي كراسه المفاهيم. يلا اول حاجه قانون بيرسون، قال لك ان سميشن بتاع الاكس واي ماينس سميشن الاكس في سميشن الواي. ايه سميشن الاكس وسميشن الواي وايه العلامه دي؟ هقول لك دلوقتي. وعندك روت تحت ان سميشن اكس باور 2 ماينس سميشن اول باور 2 تايمز الروت الثاني ان سميشن واي باور 2 ماينس سميشن الواي اول باور 2. اول حاجه
لازم تبقى عارف ان الان دي هي عدد الاكس. عدد الاكس يعني تحت كده يا جدعان اكيد شايفين الان هنا بكام؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى الان هنا عدد الاكس 6. ايه بقى الصم ده؟ ده حاجه اسمها صم. ايه بقى الاكس واي؟ يعني اكس تايمز واي. طب ايه اكس؟ ده الاكس مجموع الاكس، الواي مجموع الواي. طيب ايه ده بقى اللي تحت ده؟ ده من الجدول يا جيفن، يا من الجدول يا جيفن. انما ده 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 تاني اهو، ده اللي هو سمشن اوف اكس بس باور 2. ده نفس الكلام، ده من الجدول، ده هو ده هو ده بس ايه معمول له باور 2. تعال نحل مساله عشان حضرتك تبقى ايه عارف احنا بنعمل ايه واحده واحده. حضرتك عملت جدول محترم كده. طبعا ايه بقى بدل ما يبقى ستات تعال نخليه ثلاثات وخلاص ونشوف الرقم يطلع بكام. اي رقم 6 3. يلا بدل ما يبقى كتير يعني كده هنحل اسئله بالعبيط النهارده. هحط الاكس، ركز معايا، هحط الواي، هحط الاكس واي، هحط الاكس باور 2، هحط الواي باور 2. اشمعنى يا مستر بتعمل كل ده؟ عشان في الجدول يا جدعان موجود، في القانون موجود. يلا نملي نفسنا. هتكتب الاكس واي زي ما هي. الاكس 1 3 4 6. الواي قال لك 6 4 4 3. قال لك الاكس واي ده تايمز ده تايمز ده، الاكس واي ده تايمز ده يبقى 6 12 16 18. الاكس باور 2 ده هتعمل له باور 2، يعني 1 باور 2 1، 3 باور 2 9، 4 باور 2 16، 6 باور 2 36. طب الواي باور 2 هتعمل ده باور 2 يعني 36 16 16 9. قال لك شايف كل ده بقى اجمعه تحت، شايف كل ده اجمعه تحت. يلا بينا نجمع. 10 14 يبقى مجموع الاكس 14، مجموع الواي 10 17، مجموع الاكس واي ب ده كده 30 30 36 36 46 46 52 تقريبا 52. ده مجموعه 10. تعال نجمعه يا عم، الكالكوليتر موجوده يا جدعان، احنا ليه تعبين نفسنا؟ 10 بلس 16 بلس 36 ب 62، يعني كل ده ب 62. وده 36 بلس 16 بلس 16 بلس 9 ب 77. جبت يا مستر ده؟ تعالى نكتبهم بس الاول قبل ما نحلهم. يلا سميشن اوف اكس 14، سميشن اوف واي 17، سميشن اوف اكس واي 52، سميشن اوف اكس باور 2 62، سميشن اوف واي باور 2 77، سميشن ايه؟ ما خلاص بقى خلصنا سميشن. والان بكام؟ ب 1 2 3 4 ب 4. نخش على القانون، عوض. يلا بينا نفتكر القانون. قال لي سيادتك القانون كان عباره عن، تعالى نفتكره من فوق ونعوض على طول. اهو ده القانون اهو، ان سميشن اكس واي ماينس سميشن اكس في سميشن واي على روت ان اكس باور 2 ماينس سميشن اكس اول باور 2. تعالى نعوض يا باشا بسم الله. الان قال لك ب 1 3 4 ب 4 تايمز سميشن اكس واي ب 52 ماينس سميشن الاكس 14 تايمز كام؟ تايمز 17 اللي هو سميشن الواي. تمام. تحت اول روت اهو، تاني روت اهو. اول روت بقى ركز معايا، قال لك الان ب 4 وقال لك الان ب 4 تايمز سميشن اكس باور 2 ده 62 ماينس اللي فوق باور 2. شكرا. طب الثانيه هتحط تايمز 77 ماينس هتحط ال باور 2 14 باور 2 17 سوري باور 2. ثانيه علشان ممكن يحصل حاجه. قشطه. يلا نكمل على الكالكوليتر بقى. يلا على الكالكوليتر. 4 تايمز 52 ماينس 14 تايمز 17 اوفر روت 4 تايمز 62 ماينس 14 باور 2 تايمز روت تاني 4 تايمز 77 ماينس 17 باور 2. كل ده طلع بنيجاتيف 0.95. كل ده طلع بنيجاتيف 0.95. فحضرتك هتقول لي معلومتين عن ده. ايه اول معلومه؟ انفرس ولا دايركت؟ ده انفرس.
سترونج ولا ويك ولا ايه دنيته؟ لا يا باشا، ده قوي، ده قرب من الواحد يبقى سترونج انفرس. مستر احنا كده حلينا على شابتر 1 يعني ولا ايه؟ باشا ده انا كده ما حلتش، انا كده بس بقول لك انا عملت ايه، بس الحل لسه هحل. اخر حاجه سميشن اكس، او ده ايه وده ايه؟ ده حاجه اسمها مين؟ ده حاجه اسمها مين؟ ايه بقى المين ده؟ لازم تبقى عارف قانونه، قال لك ان الاكس بار يساوي سميشن الاكس على ان. طب الواي نفس الكلام، واي بار يساوي سميشن واي على ان. يعني مثلا لو مدي لك ده مثلا ب 8 ومدي لك الان مثلا ب 10، تعرف تجيب لي سميشن اوف اكس؟ طبعا اعرف اجيب لك سميشن اوف اكس. ما سميشن اوف اكس عباره عن الاكس بار تايمز الان. يعني 8 تايمز 10 يعني 80. يعني 80. تمام كده خلصنا بيرسون. سبيرمان بقى يا رجاله، سبيرمان ايه بقى سبيرمان ده يا مستر؟ قال لي سيادتك انت عندك عشان تجيب الار في حاجه اسمها داتا. الداتا دي ايه هي؟ اكس وواي. ايه بقى الداتا؟ يا اما ارقام يا اما اكسبريشنز يا اما حروف، كلمات. فلو ارقام بيرسون يحلها وسبيرمان يحلها، انما لو كلمات شبه ويك وسترونج واكسلنت وهاي ولو الكلام ده سبيرمان بس اللي يحلها، سبيرمان بس اللي يحلها. فسبيرمان ده كان قانون. ايه هو القانون؟ قال لي سيادتك هو 1 ماينس، واعمل زي ما انا عملت كده واسكت. 1 ماينس قال لك ايه بقى؟ قال لك 6 تايمز سميشن دي باور 2 على ان باور 2 ماينس 1. والان انا عارفها وال6 عارفها، ال1 عارفها، ده اللي انا مش عارفه. ايه ده بقى يا مستر؟ ده حاجه اسمها سميشن الديفرنس باور 2. فهتعمل برضو جدول. تمام. فهتجيب حاجه اسمها دي باور 2. هل لما اجيبها، ركز معايا، هل لما اجيبها اعمل لها باور 2؟ قال لك لا 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 لا، ده شبه ده اللي هناك، ده شبه ده. ليه؟ عشان ده انت هتعمله في الجدول زي ده كده وتجيبه من الجدول بس دايركت، تجيبه من الجدول دايركت. تمام. فهنروح بقى نشوف هنعمل ايه. نشوف هنعمل ايه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. قال لك سيادتك اول حاجه بتكتب حاجه اسمها اكس وترتب. يبقى اول حاجه بتعمل حاجه اسمها الرينج. اول حاجه اسمها الرينج من الصغير للكبير، وتعرف ان هو من الصغير للكبير ويك، باس، جود، فيري جود، اكسلنت. تمام. يلا اصغر حاجه عندي هي هنا الباس. عندي 3 باس، اكتب 3 باس. ثم هتكتب لي فيري جود اكسلنت. ده يا جدعان ترتيبي. تمام. عايز اكتب الواي، يلا نكتب. قال لي سيادتك اضعف حاجه عندي الويك، اخر حاجه هي الويك اهي اضعف حاجه. ثم عندي 3 جود. ثم عندي فيري جود ثم اكسلنت. قال لك تمام. عارف بقى هتعمل ايه؟ هتدي كل واحد كرسي عادي، عادي. يلا كرسي 1 2 3 4 5 6. والمتكرر هيعمل لك ازمه. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا دلوقتي تركز معايا في الحته دي. بص انا دلوقتي واخد 10 من 10 وانت واخد 10 من 10. هل انا وانت ينفع انا ابقى الاول وانت الثاني؟ لا طبعا. انت هترضى ولا مش هترضى؟ فقال لك هنعمل حاجه حلوه قوي، حاجه اسمها افريج. يعني ايه افريج؟ يعني ده واخد الكرسي الاولاني وده واخد الكرسي الثاني وده واخد الكرسي الثالث، احنا الثلاثه لازم نتساوى ببعض. فقال لك هعمل ايه؟ هجيب الكرسي الاولاني زائد الكرسي الثاني زائد الكرسي الثالث على عددهم 3. يبقى 1 بلس 2 بلس 3 بكام؟ 6 ديفايدد 3 2. يبقى ده هياخد الكرسي الثاني، ده هياخد الكرسي الثاني. طب ده يا مستر ينزل الرابع ولا يبقى الثالث وراهم؟ لا يا حبيب قلبي. هو ركز معايا في الجمله دي. هو انا اروح اشتكي واتقدم خطوه لقدام، يعني الثالث ده بقى الثاني، وانت تيجي تتقدم على قفايا؟ قال لك لا، ينزل زي ما هو عشان ده مش متكرر. لا ايه ده طلع متكرر يا جدعان، ده طلع ده وده متكررين. فتعمل ايه؟ نفس الفكره. هتعمل ايه يعني؟ هتجمع ال4 زائد ال5 على عددهم 2، فيبقى ده كرسي 4.5 وده كرسي 4.5. طب ده ينزل بقى يبقى خامس؟ لا يا مستر، ده ينزل يبقى سادس زي ما هو. طيب ينفع نعمل ده تاني؟ قال لي سيادتك هتدي كل واحد الكرسي بتاعه عادي جدا، واللي مش متكرر نزله. يلا دي 1. ايه دول؟ سيبهم دلوقتي. نزل ده 5 زي ما هو، نزل ده 6 زي ما هو. تمام. ايه دول بقى يا رجاله؟
دول يا مستر دول 3 جايبين زي بعض، يبقى هات حاجه اسمها افريج، هات حاجه اسمها متوسط. يبقى هتجمع الكرسي زائد الكرسي زائد الكرسي على عددهم 3، فتبقى كام؟ يبقى 9 على 3 ب3، يبقى ده 3، ده خد 3، ده بقى 3. بس كده بس كده. يلا نعمل الجدول. هنعمل الجدول بقى ازاي؟ هنعمل الجدول بقى ازاي؟ ركز معايا في ترتيب الجدول. هكتب كالآتي: هتعمل هنا حاجة اسمها اكس، وتعمل حاجة هنا اسمها واي، وتعمل حاجة اسمها رانك الاكس، وتعمل حاجة اسمها رانك الواي. ايه رانك ده؟ هقول لك دلوقتي. وحاجة اسمها دي، وحاجة اسمها دي باور 2. وتكتب لي دول زي ما هم، زي ما كانوا جايين، يعني ما ترتبش، زي ما كانوا جايين. يلا الاكس، تعالى نكتب بس الاكسات بس الاول. يلا بينا نكتب الاكس. قال لك بي فيري جود، بعد كده عندك اكسلنت، كده عندك فيري جود، كده عندك باس باس. تمام. الواي فين؟ الواي راح فين؟ الواي قال لك جود جود فيري جود، جود جود فيري جود، ثم عندي اكسلنت جود ويك، اكسلنت جود ويك. تمام 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 تمام. قال لك بقى هتعمل ايه يا مستر؟ هتجيب لي رانك الاكس بقى يا باشا. يلا واحده واحده بقى تعرف انت تتعامل دلوقتي. الاكس، الباس في الاكس قال لك واخد رقم 2. طب الفيري جود في الاكس قال لك واخد 4.5. قال لك الاكسلنت في الاكس واخد 6. الفيري جود في الاكس 4.5. طب الباص قال لك 2 والباص قال لك 2. خلصنا من رانك الاكس، خلصنا من رانك الاكس. طب الرانك الواي قال لك الجود 3 والجود تاني 3 والفيري جود قال لك ده واخد 5، وعندك الاكسلنت 6 وعندك الجود 3 وعندك الويك ده 1. ايه بقى الدي ده يا مستر؟ ايه بقى الدي ده يا حبيب قلبي؟ تعالى اقول لك ايه الدي ده. تعالى كده، ده الدي ده اللي هو رانك الاكس ماينس رانك الواي، الديفرنس. حرف الدي ده اتعلموا ان هو ديفرنس، يعني فرق، يعني ده ماينس ده. تمام، يلا بنكتب 2 ماينس 3 نيجاتيف 1، 4.5 ماينس 3 1.5، 6 ماينس 5 1، 4.5 ماينس 6 نيجاتيف 1.5، 2 ماينس 3 نيجاتيف 1، 2 ماينس 1 1. وقال لك عشان تتأكد ان سيادتك صح، عشان تتأكد ان سيادتك صح لازم مجموع الدي، اجمع لي كل ده ويطلع في الاخر بزيرو. لازم مجموع الدي يبقى صفر، لازم مجموع الدي يبقى صفر. اجمع نيجاتيف 1 بلس 1.5 بلس 1 بلس 1 نيجاتيف 1.1 بلس نيجاتيف 1 بلس 1 صفر. ليه؟ ده طير ده، ده طير ده، ده طير ده، فشكرا طاروا مع بعض اتبقى صفر. ايه بقى الدي باور 2 ده؟ الدي باور 2 ده يا سعاده الباشا فهو هتعمل الدي باور 2 بس زي الاكس باور 2، هتعمل اكس باور 2 دي باور 2. هل لو عندي نيجاتيف هنا الباور 2 بيعمل ايه؟ بيطير النيجاتيف. بالله عليكم يا جدعان انتوا تعبتوني، النيجاتيف بيطير، النيجاتيف بيطير. ما تكتبليش على الاله نيجاتيف 1 باور 2، هتكتبها هيطلع لك نيجاتيف 1 باور 2 لو عايز تكتبها ما بين قوسين، ما بين قوسين. فهتعمل ايه؟ هتعمل كالاتي: نيجاتيف 1 باور 2 1، 1.5 باور 2 1.5 باور 2 ب 2.25 1 1 2.25 1 1 1 1. مجموع بقى سيادتك الدي، هتروح تجمع كل ده دي باور 2 تجمعهم هيطلع لك بكام؟ يطلع لك ب 8.5. يبقى مجموع الديهات طلع لك ب 8.5، يبقى ده كده طلع ب 8.5. عايز اعوض بقى، عايز اعوض. القانون كان كالاتي: 1 ماينس 6 تايمز سميشن الدي باور 2 على ان باور 2 ماينس 1. ينفع بقى نيجي نعوض؟ يلا نيجي نعوض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك ال1 ينزل زي ما هو 1 وال6 ينزل زي ما هو 6. ده بقى ايه دنيته؟ ده ينزل زي ما هو 8.5. ما تعملوش باور 2، ده رقم واحد. اول غلطه، اول غلطه كده. ده غلط. تاني غلطه بقى، غلط. دي غلط اهي، غلط ودي غلط. الصح ايه؟ عادي جدا، ولان هنا ب6
6 باور 2 ماينس 1. يلا على الايه؟ 6 عشان عديت 1 2 3 4 5 او 1 2 3 4 5 6. الستة دي ثابتة. الستة دي ثابتة، الان ده هو اللي انا بعده، تمام؟ تيجي نعوض، يلا نعوض. 1 ماينس افتح ايه؟ فراكشن 6 تايمز. طلع ب 0.75. 0.7. نوعه ايه؟ نوعه سترونج دايركت. تمام تمام يا باشا، كده احنا خلصنا. على لسه بدري، كده خلصت اول درس. فاضل لي بقى ايه؟ حاجه اسمها الريجريشن لاين ايكويشن. ريجريشن، بس حضرتك لازم تكون كتبت اللي انا كتبته ده، وتاخد لك بريك شويه وترجع تكمل معايا موضوع الريجريشن. يلا روح اكتب اللي فات ده كله، عشان لما نخش على الريجريشن تبقى وقفت. انما دخلت ده على ده وساح، وانت اول مره تسمعني ساح. انما انت لو طالب معايا مثلا من الاول وعايز تفتكر حاجات، باشا جري. لو انت طالب معانا من زمان، جري خش على الاسئله شوف هتعمل ايه. المهم ما تضيعش وقتك يعني، الا لو انت طالب عايز تسمع كل اللي فات، فانت هتسمعه هيفيدك بس الحل هو اللي هيفيدك اكتر. فاسمع دول، اكتب كل النوتس عشان لما نيجي نحل الاسئله تبقى انت مظبط ايه دنيتك. يلا روحوا وتعالوا لي على الريجريشن. يلا بينا نتكلم على درس الثاني، ودرس حاجه اسمها الريجريشن. الريجريشن مكون من نقطتين ثلاثه كده ببساطه. اول حاجه لازم نتكلم على حاجه اسمها سكاتر دايجرام. سكاتر دايجرام ده اللي هو دايجرام رسومات عادي، اكس اكسس واي اكسس، بيقول لك العلاقه دي دايركت انفرس وهكذا وهكذا. بص يا باشا، لازم تبقى سيادتك عارف حاجه حلوه قوي. لو ده طالع يبقى دايركت. ليه؟ ان هو لما الاكس بيزيد الواي بيزيد، تك تك تك. انما هنا نازل انفرس، عشان الاكس بيزيد الواي عمال يقل. تاني، اللي لازم تعرفه من البتاع اللي هو دايركت يبقى طالع، لو انفرس يبقى نازل. كل ما النقط تقرب يبقى سترونج اكتر. كل ما البوينتس تقرب كل ما يبقى سترونج اكتر. طيب لو النقط عليه ايه ده؟ راح فين؟ لو النقط عليها اقوى حاجه في الدنيا وهي البيرفكت، يبقى تاني كل لما النقط بتقرب كل ما يبقى سترونج اكتر. كل ما النقط بتقرب كل ما يبقى سترونج اكتر. يعني مين اقوى يا جدعان؟ ده. طب لو عملت لك كده مثلا، مين اقوى يا جدعان؟ ده ولا ده؟ اكيد ده في نقط كتير قوي قريبه. فيبقى مين اقوى؟ النقط بتاعته بتقرب. كل لما النقط تقرب كل ما بيقوى. طالع دايركت نازل انفرس، تمام؟ ده يا جدعان لو مشيت كده فده نون لينير، ده اسمه نون لينير. ده ايه ده؟ في ده خط ولا مش خط؟ فده اسمه نو كوريليشن. يبقى تاني، ده نون لينير عشان علامه الكيرف عامل كيرف كده. نون لينير زي ما قلنا فوق، احنا بنتعامل مع حاجه خطيه لينير، انما هناك ده نون كوريليشن. يبقى تاني طالع دايركت نازل انفرس. كل ما النقط تقرب كل ما يبقى حاجه اسمها سترونج اكتر. يعني هيجي يقول لك سترونجست، مين اقوى؟ ده ولا ده يا جدعان؟ اكيد اللي هناك بيرفكت. ده اكيد بيرفكت. ده اسمه ايه؟ بيرفكت انفرس. ده اسمه دايركت بس. طيب تمام. قال لك في حاجه اسمها ريجريشن لاين ايكويشن، مهمه قوي دي بقى. يلا، وهي y equal a plus bx. عايزك تعرف ايه؟ عايزك تعرف حاجه، ان البي ده اول حاجه بقول عليه مثلا سلوب، بقول عليه coefficient of x وبقول عليه سلوب. البي ده لو نيجاتيف يبقى انفرس. طب لو دايركت يبقى بوزيتيف، يعني لو بوزيتيف يبقى دايركت. ده اول حاجه، يعني البي ده مهم قوي. البي ده هو اللي هيحدد الدنيا كلها. طيب ايه تاني؟ الاكس ده هل بيعتمد على حاجه؟ لا، فقال لك اندبندنت. طبعا احنا بنراجع، فطبيعي انا مش عايز اعمل لك فيديو 6 7 ساعات علشان سيادتك تبقى ايه، احنا بنراجع مش بنشرح من الاول. كنت عملت لك بقى ايه، نزلت لك كل الحصه وقلت لك يلا مراجعه مهمه ومراجعه بوم الطخ 6 7 ساعات، امسك اهي المراجعه. كنت اديتك كل الشرح اللي انا كنت بشرحه، بس احنا بنعمل مراجعه، بصور من جديد، فبعمل مراجعه اسمها مراجعه ريفيجن. يبقى لك الحاجات المهمه، بقول لك جت منين، تمام؟ جت منين دي يا باشا؟ هنزل لك البتاع وافتحه لك، واللي عايز يتفرج اتفرج. تاني اندبندنت ليه سريعا؟ علشان ده ما بيعتمدش على حاجه. يعني لما اجي اعوض بخش انا بالاكس تك بعوض بيطلع لي الواي، يبقى الواي هي اللي ايه؟ هي المعتمده على الاكس. يبقى انا لو في حاجه اسمها ريكوايرد، ايه الريكوايرد؟ الواي. انا ببقى عايز الواي صح، مش انا عايز الواي، يبقى الواي ايه؟ اندبندنت. يبقى الريكوايرد هو الاندبندنت، تمام؟ قال لي ساعتها عشان تعمل معادله فبجيب البي بجيب الايه. ايه قانون البي؟ قال لك قانون جميل جدا لازم تبقى سيادتك عارف. قال لك ان سمشن اكس واي ماينس سمشن الاكس على سمشن الواي
اوفر قال لك الان سمشن اكس باور 2 ماينس اول سمشن اكس باور 2. ده شبه اللي فوق يا مستر، شبه اللي فوق يا حبيب قلبي. طب الايه قال لي سيادتك قانون الايه سمشن الواي ماينس البي سمشن الاكس على ان اهو. متفقين يا مستر. تيجي نحل يا مستر. يلا نحل السؤال ده يا رجاله. قال لي سيادتك انا مطلوب مني ايه؟ مطلوب منك اكس، مطلوب منك واي، مطلوب منك اكس واي، مطلوب منك اكس باور 2. هل مطلوب منك حاجه ثانيه؟ لا مش عايز الواي باور 2. تمام. رحت كاتب الاكسات. يلا 1 2 3. كتبت الوايات 6 3 2. كتبت الاكس واي 6 6 6. ايه ده في ايه؟ كتبت الاكس باور 2 1 4 9. تيجي نجمع يلا. ده ب6، ده 6 و3 9 11، ده 18 بلس 24، ده 14. يلا على القانون هعوض. الان قلنا ب3 تايمز الاكس واي ب 24 ماينس الاكس ب 6 تايمز 11 اوفر قال لك الان قلنا ب 3 تايمز الاكس باور 2 زي ما هو ماينس اللي فوق باور 2. كل ده بكام بقى؟ يلا قولوا لي كل ده بكام. تعالى بس احط الماينس كده عدله. يلا قول لي كل ده بكام. كل ده ب1، كل ده بوزيتيف 1. تمام. تيجي متاكدين. تمام الفل. يبقى البي ب1. طب معلش يا جدعان، معلش. لو انا كنت قايل ان هو ب مثلا نقول ان هو مثلا بنيجاتيف 1 مثلا نيجاتيف 1 مثلا. ده كل ده مثلا او يعني خلينا نيجاتيف 1 دلوقتي، او لقيته ب 2.5 مثلا برضو. 2.5 تنفع؟ مستر انت قايل لي فوق ان هو اخره من نيجاتيف 1 لل 1، ازاي بقى مستر طلع 2.5؟ حبيبي 2.5 دي البي وليست ايه يا مستر؟ وليست الار. ده البي مش الار يا حبيبي، البي يطلع ان شاء الله يطلع 20 مش الار تاني. يبقى انا دلوقتي طلع لي البي يا مستر بنيجاتيف 1 مثلا نيجاتيف 1. رحت رايح معوض في الايه، رحت جايب الايه كان قانونها ايه؟ قال لك قانون الايه انا عايز ده كده، جبت البي اهو، عايز اروح اجيب الايه. يلا تعالى نكتب الايه كان قانونه سمشن اوف واي قال لي سيادتك ب 11 ماينس البي. قول مثلا البي طلع بنيجاتيف 1 مثلا، يبقى نيجاتيف 1 تكتبه زي ما هو تايم سمشن اوف اكس اللي هو ب 6 على ان اللي هي ب 3. يلا شوف دي تطلع بكام. يبقى 11 ماينس نيجاتيف 1 تايمز 6 ديفايدد 3 طلع مثلا ب 5.6 مثلا. طبعا انت في واحد هيجي يحل دي ما تطلعلوش بنيجاتيف 1 فيقول لي ايه ده يا مستر انت حليتها غلط. يا باشا انا بقول لك مثلا عايز اعمل بقى المعادله، هعمل ايه؟ قال المعادله ان هي واي يساوي a بلس بي اكس. الواي بكام باشا؟ الواي دي زي ما هي والاكس زي ما هي. حط لي الايه بقى. ايه قال لك مثلا 5.6. هتحط البلس حط البلس وحط الماينس 1، يعني تخلص على كام دي؟ تخلص على كده 5.6 ماينس اكس. يا عيني. هيجي سؤال اكيد في الامتحان، اكيد يقول لك انا عايز الواي ات الاكس 7. هتعمل ايه يا باشا؟ هتعمل على عادي 5.6 ماينس 7 تايمز 1 تطلع زي ما تطلع. لازم هيجي لك السؤال ده، لازم. يبقى هيعمل لك ايه دلوقتي؟ هيقول لك معاك المعادله اهي، تك هات لي الواي والاكس اهي. امسك الاكس هات لي الواي، هات لي الواي. تمام. ماشي يا باشا. عندك حاجه تانية عايز اقولها لك وهي السلوب. عايز اقول لك موضوع السلوب. ايه السلوب ده؟ السلوب ده حاجه اسمها تان سيتا. بسرعه كده افهمه لك. كان حاجه عامله كده دايركت، فالانجل دي هي سيتا، فسيتا دي كانت حاجه اسمها اكيوت،
يعني في الربع الاول يعني بوزيتيف، وتاني البوزيتيف هيطلع تاني السيتا السلوب بالتان سيتا فهيبقى بوزيتيف، عشان كده دايركت. عشان كده دايركت. طب مستر فهمولي لو كان كده هيبقى الانجل عامله كده، انجل عامله كده اوبتيوس، يعني في الربع التاني اللي فيها التان نيجاتيف، عشان كده دايركت. امسح 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 بسرعه بسرعه بسرعه. انا فهمت لك بسرعه. طب انا هعمل ايه يا مستر؟ لو جات لك انجل اعمل تاني الانجل، لو جات لك انجل اعمل تاني الانجل، يبقى السلوب تاني الانجل، عشان دي ممكن تجي لك في الامتحان الشامل المره اللي جايه. والسلوب لو من 2 بوينتس، لو من 2 بوينتس هتعمل كالاتي. قال لك مثلا معاك x1 y1 والنقطه الثانيه x2 y2. بتعمل قانون لازم تبقى عارفه وحافظه، لازم طبعا. ده من سينيور 1 بقول لك لازم عشان قديم، لو جديد ايه مش هقول لك مش لازم. y2 minus y1 over x2 minus x1 طلع لك بوزيتيف دايركت، طلع لك نيجاتيف انفرس. بس خلاص. هيجي لك سؤال عامل ازاي؟ طبعا احنا هنحل كده كده اسئله. هيجي لك سؤال مثلا عامل ازاي؟ يقول لك معاك 2 بوينتس، نقطتين اهو. معاك 2 بوينتس وفي 4 نقط في الاختيارات، 4 بوينت في الاختيارات كلهم نفس الايه؟ نفس اللاين الا واحده. فحضرتك بتجرب تجيب الاسلوب ده مثلا طلع بون مثلا بون، وتجرب ده فوق ده فوق ده فوق ده فوق، وتشوف ايه اللي مش هيدي لك نفس الاسلوب، اللي مش هيدي لك نفس الاسلوب. طبعا احنا هنحلها، فبالله عليك انت مش فاهم اي حاجه من هنا عادي عادي عادي. ليه؟ عشان انا بشرح حاجات انت مش شايفها، مش شايف الاسئله. لما تيجي بقى تشوف الاسئله تيجي تطبق معايا هتفهم كل حاجه باذن الله. ده الاسلوب. اخر حاجه في الشرح علشان نخش على الاسئله، عشان انا زهقت من الشرح وحضرتك برضو مش فاهم الشرح، وهو حاجه اسمها الايرور. ايه قانون الايرور ده؟ قال لك ابسوليوت كده عشان دايما بيطلع بوزيتيف، وتقول لي الواي ماينس الواي، لازم الواي ماينس الواي. ها تمام. وهتقول لي ده اسمه تيبل فاليو اللي من الجدول يعني، وده حاجه اسمها ايكويشن ايه؟ ايكويشن فاليو. مش فاهم يا مستر؟ تعالى فهمني، يلا بينا. بيقول لك مثلا من فوق هنا، تعالى من فوق. قال لك اهو هات لي الايرور at x equal 2 مثلا. فهتعمل ايه سيادتك؟ بص بقى هتعمل ايه معايا؟ شايف المعادله اللي هناك دي؟ هو مدي لك معادله، مدي لك معادله، مدي لك معادله اهي. مثلا y equal مثلا 2 بلس x مثلا. فهتروح تعمل حاجتين. اول حاجه وهي اول حاجه هتروح تعمل لي قانون الايرور، هو عباره عن التيبل ماينس الايه؟ ماينس الايكويشن. فتروح شوف هي الاكس ب 2، الاكس لما تبقى ب 2 الواي في الجدول بكام؟ ب 3. طب الايكويشن لما الاكس ب 2 الواي بكام؟ قال لك 2 بلس 2 ب 4. يعني 3 ماينس 4 مستر بنيجاتيف؟ لا يا حبيب قلبي. علامه الابسولوت دي هي ايه؟ هي بتشيل لك النيجاتيف، يعني الايرور بواحد. الله، ده يا مستر حل لي عليها تاني كتير قوي، معلش عشان خاطري. تمام. تعال نحل الفكره الثانيه. ازاي الفكره الثانيه؟ قال لك اف ايرور 0.3 فهتكتب لي الايرور 0.3، وانا عارف ان هو ايه ماينس ايه؟ التيبل ماينس الايه؟ الايكويشن بتوع ايه؟ بتوع الواي والواي. ها الواي والواي. تمام. قال لك التيبل فاليو ات اكس ايكوال 4، يعني الاكس ب 4. الله، الواي بكي يعني 0.3 ايكوال كي ماينس الايكويشن فاليو. وقال لك الايكويشن فاليو ب 7، ادالك ان الايكويشن فاليو ب 7 اهو. تعرف تجيب لي الكي؟ اعرف اجيب لك الكي. اول حاجه هودي ده بالايه؟ بالبوزيتيف، يبقى الكي يساوي 0.3 بلس 7، يبقى كام؟ ب 7.3. شكرا. بس خلي بالك بالله عليك بقى، اخر حته عايز اقولها لك، ان انت حظك ان هي طلعت دي ممكن تلاقيها في الاختيارات. لازم تتعود تجيب الرقم الثاني، لازم تتعود تجيب الكي الثاني. ليه؟ عشان الابسولوت كنت واخده انت حضرتك في سينيور 2 ان الاكس هنا تطلع ببوزيتيف اور نيجاتيف اكس. ابسولوت مش الروت. ها في حاجه وحاجه مالناش دعوه بدي، مالناش دعوه بدي. اللي انا هعمله يا مستر هعمل كالاتي. شايف ده؟ هتكتبه مرتين. هنا عملت كي ماينس 7، هنا عامل لي 7 ماينس كي. وهات لي الكي. هتجيبها لي ازاي بقى؟ هتجيبها لي تودي لي ده الناحيه الثانيه وده الناحيه الثانيه. يعني ايه؟ يعني ده راح بالكي وده راح بالايه؟ بال7 ماينس 0.3، طلعت ب 6.7. يبقى الكي يا اما 6.7 يا اما 7.3. فهيجي لك في السؤال هيقول لك ميبي، او هيجيب لك واحده فيهم وخلاص. مستحيل يجيب لك الاثنين كده كده. فيا ده يا ده. ليه؟ عشان الابسولوت بتشيل النيجاتيف. مش لو جيت قلت لك
لو جيت قلت لك بص 2 ماينس 3 يساوي نيجاتيف 1. طب لو عملت لك ابسولوت هيبقى 1. طب قلت لك 3 ماينس 2 هي ال 1. فعشان كده بقول لك ايه؟ بقول لك ان لو الايرور مثلا ب 0.3 هي كي ماينس 7 وهي 7 ماينس كي. الكده هو اللي ايه؟ هو اللي هيتغير مره بكده مره بكده وساوي يا عم 0.3. يبقى احنا كده ايه؟ خلصنا مراجعتنا عملنا ايه فيها؟ تقريبا الفيديو وصل قد ايه تقريبا الشرح؟ تقريبا رينج ساعه الشرح. هل مفيد بالنسبه لك؟ مفيد لو انت مذاكر. لو انت مش مذاكر اسمع الكلام ده، دون، روح لي على ايه؟ روح لي على الاسئله. ضروري ضروري ضروري. يلا بينا. هنعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك هتدون معايا وتكتب معايا اللي فات كله، علشان لازم طبعا PDF كده نازل لك بتاع شرح، ده نازل لك، واللي نازل لك التاني اللي هو ايه؟ اللي كان بقى منظم بقى، اللي هو PDF بقى الجميل اللي هو منسق ومنظم اكتر. كل ده مكتوب فيه برضه، خلي بالك كل ده مكتوب في PDF. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح نحل معانا اهم اسئله على شابتر 1. يلا بينا، بسم الله. اهلا بيكم يا طلاب ثالثه ثانوي شعبه ادبي. السيشن الثاني او النص الثاني بتاع الحصه اللي حضرتك عارفها، اللي بتاعت الشابتر 1، مراجعه شابتر 1 او ريفيجن على شابتر 1. خلصنا خلاص شابتر 1 شرح، خلصنا خلاص المراجعه بتاعتنا كانت على البورد اللي جنبنا دي، ودلوقتي بنعمل ايه؟ بنحل بقى اهم الاسئله واهم الافكار على الدرس كامل او على الشابتر كامل. نبدا ونقول بسم الله. important question يقول كذا كذا. ماشي، ركز معايا في كل سؤال، بالله عليك في كل سؤال ركز معايا، عشان كل سؤال ده ممكن تلاقيه في اخر السنه. مستر لو انا حليت الكام سؤال دول هعرف اقفل ماده الاستاتستكس في شابتر 1؟ تعرف تقفل شابتر 1 في ماده الاستاتستكس عادي جدا. فتركز معايا في سؤال عشان انا مش هحل السؤال بس، انا بقول افكاره كمان. طيب اول حاجه قال لك سكاتر دايجرام اللي قدامك ده عايز فيه حاجه مهمه قوي، هو سترونج انفرس. ايه هو سترونج انفرس؟ سترونج انفرس يا مستر ده دايركت مالناش دعوه بيه، ده انفرس اهو. طب بس الاول بس انا عايز اعمل خط، هات لي خط كده معلش. ده انفرس تمام، ده انفرس تمام، ده بص كده معلش بقى، معلش هات لي كده ده شويه كده، هات لي ده كده شويه كده. مش فاهم يا مستر؟ لا يا باشا ارجع كده وهات لي الخط كويس، انا عايز خط كويس. ده يا مستر ايه الخط الكويس ده؟ الخط ده النقط عليه بيرفكت، النقط بيرفكت. طب سؤال، ده ولا ده يا مستر؟ صح، بالله عليك بقى ركز معايا فيها دي. قال لك انا عايز سترونج انفرس، ده النقط عليه فيبقى اسمه بيرفكت انفرس. ده بيرفكت انفرس. طب لو جه قال لك عايز السترونجست يبقى اختار البيرفكت انفرس. طب قال لك عايز سترونج بس، هختار ده عشان ده سترونج. طب ده مستر ده شكله ويك، ده في نقط بص تحت خالص بعيد قوي عن الخط قوي. انما ده دايركت، بيرفكت دايركت على فكره. بص طالع الخط كده، بص لو الخط كده طلعته هيطلع النقط تمام. تاني لو طالع تبقى دايركت، لو نازل يبقى انفرس. الانفرس عندي ده وده 1 2 3. رقم 3 ده شكله كده ويك. رقم 2 ده بيرفكت، النقط على الخط. طبعا انت وانت معاك مسطره وعارف تقيس وبتظبط الدنيا هتعرف ان النقط على الايه؟ على اللاين، فيبقى بيرفكت انفرس. طب اول واحده دي سترونج انفرس. طب هو لو سالك يا مستر وقال لسيادتك قال لك انا عايز السترونجست، عايز اقوى حاجه، يبقى ايه؟ البيرفكت هو اقوى حاجه عندك بيرفكت. طب الاولاني ده سترونج عادي، طب هو عايز ايه؟ هو عايز السترونج، فالاجابه تبقى اول واحده تمام. When drawing scatter diagram between x و y, if all point lie on دي يبقى perfect. كمل بقى. whose السلوب is positive يبقى perfect ماله؟ perfect direct. يبقى اختار ايه؟ direct perfect. هختار direct perfect. اللي بعده if the regression line، السؤال ده جه السنه اللي فاتت 7 minus 0.8x the expected value of y لما الاكس تبقى 5. قلت لحضرتك في المراجعه هيجي لك سؤال كده دايركت، لازم سهل جدا تكتب 7 minus 0.8 تايمز الاكس بكام؟ ب 5. يلا كالكوليتر. قال لك 7 minus 0.8 تايمز 5 يبقى الاجابه 3. مستر هي دي دايركت ولا انفرس؟ باشا اللي جنب الاكس نيجاتيف يبقى انفرس. البي هنا بكام مستر؟ البي هنا بنيجاتيف 0.8. طب الاي هنا ب 7، الاي هنا ب 7 اهو، وده الايه؟ وده البي. اللي بعده ان ستادي، يلا بينا نرجع بقى للقوانين والحاجات الحلوه دي. ان ستادي ريليشن
معاك سميشن اكس سميشن واي وهكذا وهكذا، عايز بيرسون كورليشن، عايز بيرسون كورليشن. يلا نكتب القانون بتاع بيرسون. قال لك قانون بيرسون عباره عن الان سميشن الاكس واي ماينس سميشن الاكس في سميشن الواي. مستر هو لو الجزء اللي على الشمال ده اكبر يبقى دايركت، لو الجزء اللي على اليمين ده اكبر يبقى انفرس، واللي تحت ماليش علاقه. طب لو قد بعض يبقى ايه؟ يبقى نو كورليشن. طب كمل يا مستر. ان سميشن اكس باور 2، تعالى ماشي ثانيه معلش عشان نظبط الدنيا. روت ثم روت ان سميشن اكس باور 2 ماينس سميشن الاكس قول ماله باور 2. طب هنا الان سميشن واي باور 2 ماينس سميشن الواي قول ايه؟ قول باور 2. يلا نكتب الدنيا، يلا بينا تعالى نعوض. قال لي سيتك الان ب 6 تايمز سميشن الواي باور 2، قال لي سيتك سميشن الواي باور 2، قال لك انا عايز اصلا سميشن اكس واي اللي هي 164 اهي، ماينس سميشن الاكس 40 سميشن الواي 35 اوفر الروت الاولاني الان بكام يا مستر؟ الان قلنا ب 6 تايمز، ركز معايا انت عند حضرتك الان بعد كده الاكس باور 2 اللي هو الجيفن، قلت لك ده اللي هو الجيفن اللي هو 346 ماينس افتح براكت تحط باور 2 تحط لي ال 40 اللي هي الاكس. يلا الروت الثاني قال لك بينهم طبعا تايمز، والروت الثاني يلا لان قلنا ب 6 تايمز سميشن الاكس سميشن الواي باور 2 اللي هو 273 ماينس الواي باور 2 اللي هو 35 باور 2. كل ده بكام؟ يلا بينا على الكالكوليتر بسم الله. 6 تايمز 164 ماينس 40 تايمز 35 اوفر اول روت 6 تايمز 346 ماينس افتح براكت حط لي ال 40 واقفل براكت واعمل باور 2 تايمز 6 تايمز 273 ماينس 35 باور 2. الاجابه تطلع نيجاتيف، بص الاجابه نيجاتيف 0.93 اللي هي ايه؟ نيجاتيف 0.94 عشان ايه اقرب واحده يعني في الاختيارات، اقرب واحده في الاختيارات دي علاقتها ايه؟ لو جه سالك دي حاجه اسمها سترونج انفرس. سترونج انفرس. تمام يا رجاله؟ تمام يا مستر. اللي بعده if the regression equation، مديك regression equation وبيقول لك ان ركز بقى ان التيبل فاليو اوف الواي 356 وان الاكس ب 120. تاني انا عايز الايرور كان قانون الايرور ايه؟ قال لك الواي ماينس الواي، بس الواي مختلفه هنا وهنا، الواي هنا في التيبل فاليو وهنا في الايكويشن فاليو. قال لي سيادتك ايه؟ قال لك دلوقتي انا معاك في التيبل فاليو 356 يعني التيبل فاليو 356 ماينس الايكويشن فاليو. قال لك دي الايكويشن هتعوض بقى فيها بالاكس، هتعوض فيها بالاكس بكام؟ ب 120. يبقى 120 ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الاكس، فهتعوض 2.564 تايمز 120 بلس 35.35 عوض دي كلها على الكالكوليتر. يلا يبقى 2.564 تايمز 120 اللي هو الاكس ب 120 اهو يا جدعان اكس ب 120 ماينس او بلس 35.35 كل ده بكام؟ طلع ب 343.03. الكالكوليتر بقى بتقول لك 356 ماينس الانسر اللي انت لسه جايبه ده طلع لك 12.97. سهله يا جدعان. الايرور عباره عن تيبل ماينس ايكويشن، التيبل ده موجود في الجدول اللي هو شفت انت الجدول اهو، هنا الاكس هنا الواي. قال لك مثلا 120 الاكس الواي تحته، فكتب لك الرقم في الاكس تحت هو ايه؟ هو الواي في التيبل فاليو. طب في الايكويشن بتروح تعوض في الايكويشن، ازاي؟ عندك الايكويشن اهي، فبتروح تحط الاكس اللي هو مديها لك اللي هي ات اكس ايكوال 120 تك في المعادله تك طلعت الايه؟ الواي، تروح حاططها في قلب المعادله او قلب القانون بتاع الايرور اللي هو تيبل فاليو ماينس ايكويشن فاليو. ركز معايا في موضوع بقى اللينير والحاجات دي كلها. ذا ريليشن بتوين سايد لينس اوف ايكويلاترال تراينجل اند اتس بريمتر. على طول بيرفكت دايركت، طالما سايد لينس وبريمتر والكلام ده بيرفكت دايركت. العلاقه هنا يا جدعان، العلاقه هنا دايركت عشان طالع فهيبقى دايركت. سهله كده، سؤالين يجوا في الامتحان عادي واحد منهم هيجي عادي. ليه مش بيرفكت؟ عشان النقط مش عليه. تمام، بس مع ان مستر في 3 نقط عليه اهو، في 3 نقط عليه حبيبي. ايوه هو مش كل النقط عليه تبقى ايه؟ مش بيرفكت. تمام. وده السؤال اللي كنت بتكلم على الموضوع فيه السلوب، ان انت لو الاسلوب طلع لك بواحد هل معناها بيرفكت؟ قال لك لا مش معناها بيرفكت، مش بيرفكت. امال ايه يا مستر؟ عادي دايركت عادي زي ما اخترت هنا. طيب اللي بعده if the regression line equation
ذا اكسبكتد فاليو يا باشا هتشيل الاكس وتحط 5 يبقى 0.8 تايمز 5 ماينس 3 يبقى 0.8 تايمز 5 ماينس 3 اللي هي 1. مستر هي دي دايركت ولا انفرس؟ معلش دي دايركت ولا انفرس؟ مستر دي دايركت ولا انفرس؟ لا انفرس يا مستر عشان في نيجاتيف اهي. حبيب قلبي انا بعتمد على البي هي اللي بتقول لي دايركت ولا انفرس، والبي هنا ب 0.8 بالبوزيتيف تبقى ايه؟ تبقى دايركت. ركز بالله عليك. فاليو اوف بيرسون كورليشن، يلا نرجع تاني نعوض. قال لك 10 تايمز سميشن اكس واي 213 ماينس سميشن الاكس 50 تايمز 40 ديفايدد اول روت. قال لك 10 تايمز سميشن الاكس باور 2 298 ماينس 50 باور 2 تايمز الروت التاني بتاع الوايات بقى. يلا الان ب 10 تايمز سميشن الواي باور 2 اللي هو 176 ماينس الواي باور 2 اللي هي 40 بكام دي يا ابطال يا ابطال يا ابطال؟ 213 ماينس 50 تايمز 40 اوفر اول روت 10 تايمز 298 ماينس 50. حلوا معايا يا رجاله، حلوا معايا وانتوا قاعدين في بيوتكم وانت قاعد بتاكل فخفخينه. حل 10 تايمز 176 ماينس 40 باور 2 طلع بكام كل ده؟ طلع ب 0.46. طلع ب 0.469. فين ده يا جدعان؟ اهو اهو يا مستر عادي جدا لقيناه زي ما هو. اللي بعده expected value عايز لا ده عايز التايب مش expected value، عايز التايب. التايب هنا يا جدعان نيجاتيف 0.4 يبقى انفرس. فين الانفرس؟ اهي انفرس عشان البي هي اللي جنب الاكس هي اللي بعتمد عليها بوزيتيف ولا نيجاتيف. then the expected value then the expected value هعمل ايه يا مستر؟ هتعوض 8 ماينس 0.4 تايمز 10. مستر انت عمال تعيد ليه في السؤال ده؟ عشان جه السنه اللي فاتت وهيجي السنه دي كده كده. ادي الفور. تاني بيرسون يلا بينا ايه نتملى مع بعض. اول حاجه ولا هكتبها كده احلها. الان ب 10 تايمز سميشن اكس واي بكام؟ ب 66260 ماينس سميشن الاكس فين الاكس 800 تايمز 820 اوفر روت 10 تايمز 10 تايمز كام؟ 10 تايمز فين الاكس باور 2 اهو 65014 ماينس 800 باور 2 تايمز الروت التاني 10 تايمز 67820 ماينس 820 باور 2. كل ده بكام يا رجالتنا يا رجاله ثالثه ثانوي؟ يا دكاتره يا دكاتره ايه؟ يا باشمهندسين يا باشمهندسين ايه ده؟ انتوا ادبي يا ادبي ان شاء الله نقولوا يا سفراء يا وزراء يا محاميين يا وكلاء نيابه ان شاء الله باذن الله. كلكم تفرحوا وكلكم يعني ايه تاخدوا المناصب العليا وتاخدوا اللي انتوا عايزينه. يعني اللي انت عايزه، ما انت ممكن تكون عايز تطلع محامي عادي. ايه بقى العيب ان انت تطلع محامي؟ ايه العيب ان انت تخش كليه حقوق؟ عشان في ناس كتير قوي بتقول لك كليه حقوق اخش ليه كليه حقوق؟ يا عم تخش كليه حقوق واجتهد جوه. ما تجتهد جوه يا عم. يا جدعان انتوا ليه كده؟ في ناس بجد ما عندهاش حلم. ليه ناس ما يبقاش عندها حلم؟ الاجابه طلعت 0.86. ليه ناس ما يبقاش عندها حلم؟ بجد والله. يعني ليه ناس ما يبقاش عندها حلم، ما يبقاش عندها طموح، ما يبقاش عندها امل، ما يبقاش عندها عايزه تعمل حاجه؟ if the correlation between x و y inverse يبقى السلوب inverse يبقى السلوب نيجاتيف. ليه سلوب؟ عشان في نقطتين. طيب القانون بتاع السلوب قال لك y2 minus y1 over x2 minus x1. y2 بكام؟ k minus y1 5 على x2 2 minus 9. قال لي سيادتك هتجرب كل دول. قال لي سيادتك هتجرب ال3 وال4 وال5 وال6. هو عايز الكي بكام؟ طيب هجربهم. اول حاجه تعالى نجرب ال3. يلا نجرب ال3. 3 minus 5 over 2 minus 9 طلعت ب 2 over 7. يعني دي طلعتها لي 2 over 7. ده طلع لي 2 over 7. طب ال4 قال لك هشيل ال3 واحط ال4 طلع لي 1 over 7. طب هشيل ال5 واحط ال5 طلع ب 0. 0 دي يعني نو كورليشن. 0 دي يعني نو كورليشن. نو كورليشن. قال لك هشيل ال5 واحط 6. فلما احط 6 يبقى 6 minus 5 divided 2 minus 9 طلعت لي نيجاتيف 1 over 7. دي الوحيده اللي نيجاتيف يا رجاله. دي الوحيده اللي نيجاتيف. دي الوحيده اللي ايه؟ اللي طلعت لي السلوب نيجاتيف او طلعت لي العلاقه انفرس. بعد كده expected value يلا 5 plus 0.2 times 15 ب 8. واحده ثانيه قال لك x بار وواي بار ب 0.
قال لك اكس بار واي بار بزيرو، يعني سمشن اوف اكس. هو انا يا جدعان الاكس بار دي كان قانونها ايه؟ قايل لك برده في المراجعه ان هي سمشن الاكس على ان، والان عندي مش معايا بس مدي لك سمشن اوف اكس. لازم 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 اللي فوق يبقى بصفر. هل ينفع اللي تحت يبقى بصفر؟ لا. يعني انت تقصد يا مستر ان سمشن الاكس هي سمشن الواي بصفر؟ اه يا باشا اقصد كده، اقصد كده ونص كمان. طيب هعمل ايه طبعا عشان اجيب بيرسون يا مستر؟ قلت لك حبيبي عندك فكرتين، يا اما تعوض بالان باي رقم 4 مثلا، يا اما ما تعوضش بيها اصلا. ازاي هعمل كده؟ بص فوق عندي سمشن اكس واي 44، وتحت هعمل الروت بتاع الاكس بار 2 اللي هو 46 تايمز الروت التاني اللي هو بتاع 46. بس كده خلاص، بس كده اهو. ازاي يا مستر؟ حل كده 44 روت 46 تايمز روت 46 طلع بكام؟ طلع كل ده ب 22 اوفر 23. انهي واحده فيهم دي؟ ركز بقى بالله عليك، دي ودي دي، ها دي. طب مستر انا عايز اعوض الان مثلا ب 4. معلش عايز تعوض الان ب 4، تعال نعوض الان ب 4. قال لك 4 تايمز سمشن اكس واي اهو ماينس 0 على اول روت. قال لك 4 تايمز 46 ماينس او تايمز هنا 4 تايمز 46. يلا بينا نعوض. قال لك برضه 22 اوفر 23 عادي. ليه؟ تعالى كده ليه اجيبها لك على جنب كده. هنا قال لك ان وتحت في روت ان تايمز روت ان، روت ان وروت ان بقت ان مع ان اتشالت. مستر مش عايز افهمها. عادي. يبقى انت لو عندك، ركز بقى في الحته دي، لو اكس بار او واي بار او سمشن اوف اكس او سمشن اوف واي، المهم الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض لازم يكونوا الاثنين مع بعض. لو واحده بصفر بكمل عادي، لو واحده بصفر والثانيه برقم بكمل عادي. انما لو الاثنين بصفر، عندك حلين، يا تعوض عادي جدا كده، يا اما ايه؟ يا اما تحط الان مثلا ب 4 ب 10 باي رقم، ما تحطش بزيرو يعني. المهم زي ايكويشن قال لك اف بي سمولر ذان زيرو. يعني ايه اف بي سمولر ذان زيرو؟ يعني البي نيجاتيف، يعني البي مالها نيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف؟ يعني السلوب بنيجاتيف، يعني السلوب انفرس او العلاقه انفرس، عشان اصغر من زيرو يعني انفرس. تمام. اللي بعده if equation find the error قالك ايه؟ قالك x is y. تمام. y 5 minus x ده ايه؟ ده الايكويشن. then the table value of y لما الاكس تبقى ب3 ب1 و9، يعني التيبل فاليو 1 و9. ولما الاكس تبقى ب3 الايكويشن فاليو بكام؟ قال لك الايكويشن فاليو ب2. عرفت منين يا مستر ان هي ب2؟ عرفت منين هي ب2 يا مستر؟ باشا ما هو 5 minus 3 ب2، يبقى الايكويشن فاليو ب2. طب التيبل فاليو قال لك ب1.9، يبقى الايرور قال لك الايرور عباره عن التيبل فاليو ماينس الايكويشن فاليو ب 0.1 بالبوزيتيف. تمام دي يا رجاله؟ تمام. سؤال مهم قوي. التيبل فاليو ما بتعوضش، ما بتشتغلش، تحطه زي ما هو، انما اللي بتهح فيه هو الايكويشن فاليو. ازاي؟ بحط الاكس زي ما هي في المعادله. if the two variables together increase together او decrease together يبقى directly together. لو واحده يبقى inverse. given 7 values يبقى الان ب7 والمين؟ قال لك الاكس بار ب8. تعرف تجيب لي السميشن؟ طبعا السميشن عباره عن الان في الاكس بار، عشان الاكس بار عباره عن ايه؟ السميشن على الان. فيبقى السم بكام يا جدعان؟ ب 8 تايمز 7 56. if the 2 points 2 8 7 و 3 lie on كذا was perfect يعني حظك ونصيبك طلع بواحد زي الفل. قال لك عايز اجيب السلوب. هعمل كالاتي 3 minus 8 7 minus 2. يلا نشوف هيطلع بكام. 3 minus 8 7 minus 2 بنيجاتيف 1. يبقى العلاقه هنا انفرس، او العلاقه هنا ايه؟ انفرس بيرفكت. تمام. بيرفكت ليه؟ حظك هو اللي قايل لك ان هي بيرفكت. مش ضروري لو اسلوب اهي، مش ضروري لو الاسلوب بواحد تبقى بيرفكت. ده حظك. ده ايه؟ ده حظك. اللي بعده in a study relation تاني انا هعملها على طول. تقريبا دي اتعادت دي. تقريبا الاجابه هتبقى 0.861 تقريبا. تعالى بس ايه نعوضها كده نشوف هتتحل ازاي بسرعه. تقريبا محلوله فوق.
حبيبي يا رجاله تالتة ثانوي اللي وحشيني بتوع الاونلاين، هنزل لكم يا جدعان، ما تقلقوش في المحافظات. تك تك 0.86 فعلا اهي تقريبا حليناها بقول لك فوق. بي اكس بلس ايه اف اكس اف كوفيشنت اوف اكس، يعني ايه كوفيشنت اوف اكس؟ يعني البي، يعني البي جريتر ذان 0 يبقى دايركت على طول، يعني بوزيتيف، يعني بوزيتيف جريتر ذان 0 يعني بوزيتيف. if the regression expected value لما الاكس تبقى ب 2 يلا 0.5 تايمز 2 بلس 2 ب 3. اللي بعده regression line and the tabular value then the error. قال لي سيادتك انا دلوقتي معايا التيبلر فاليو ب 356 وين لما الاكس تبقى 120. الايرور عباره عن ايه؟ قال لك تيبل فاليو 356 ماينس الايكويشن فاليو، قال لك هتعوض هنا بكام؟ ب 120. هتعوض هنا ب 120 يبقى 2.564 تايمز 120 بلس 35.35 يطلع لك بكام؟ يطلع لك ب 343.0 343.03. اعمل ده ماينس ده يطلع لك ب 12.97. ركز معايا في الحته دي 12.97. مش ليه في الاختيارات يا جدعان، مش ليه في الاختيارات، خد الاقرب. ده السؤال ده جه في الاسترشادي على فكره وانا حليته فوق تاني، انا عارف بس انا حليته عشان ايه؟ الاجابات مختلفه. if all points lie on يعني perfect was the slope is positive يعني positive يعني direct perfect يعني 1 بالبوزيتيف، يعني 1 بالبوزيتيف. بص فين دي؟ if all لا انا عايز اخففها شويه. if all عشان الناس اللي بتقول لي مستر لو طلع بواحد يبقى دايما السلوب بواحد يبقى دايما البيرفكت، لا. اهلا وسهلا بالسترونجست. السترونجست هنا ماله؟ نيجاتيف 0.9. بالله عليك ركز في السؤال ده 2026 اهو. طب لو قال لك كده 0.31 ولا 0.2 مين اكبر؟ 0.31. طب لو قال لك كده 0.41 دي مالها؟ ميديوم ولا ويك؟ دي ميديوم. طب 0.61 دي سترونج. طب 0.333 دي ميديوم. عادي انا بركز في الرقم الاولاني ثم ببص على الرقم الثاني. يعني هي مثلا 0.4 لقيت ان هو مش عارف ايه دنيته رحت باص للثاني وهكذا. تمام. بالله عليكم ركزوا في الاسئله السهله الجميله دي. حلو ده. ذا ريليشن سكوير سايد لينس مع بريمتر بيرفكت دايركت. سكوير سايد لينس والاريا نون لينير. شكرا اهو تاني. بيرفكت دايركت عشان بريمتر وسايد لينس، نون لينير عشان اريا وسايد لينس. تمام. هاف نو ريليشن دي غلط، ما تقوليش هاف نو ريليشن، لا ده في علاقه بس نون لينير. ليه؟ لو انا عندي الاريا مثلا كده واللينس باور 2 زودت اللينس الدبل ده عايز اعرف ايه؟ 4 تايمز. يبقى في علاقه بس نون لينير، علاقه اسمها كوادراتيك سكند ديجري يعني. المهم ذا فاريبل ريكوايرد ريجريشن از كولد الفاريبل ريكوايرد يعني الواي اللي انا عايزها اسمها ديبندنت، انما الاكس اسمها ديبندنت اللي انا بحطها في المعادله. if all points in scatter diagram lie on a straight line whose slope is negative و all lie on يعني negative 1 يعني perfect inverse. if all points in scatter diagram lie on whose slope is positive يبقى 1. if regression line bx plus x will be is less than 0 يبقى inverse. طبعا احنا بنعيد ليه؟ في اسئله بتاعت بس بشكل مختلف جت في الاسترشاد. على فكره احنا ما عملناش اي حاجه، احنا جبنا كل الاسئله بتاعت الاسترشاد دي نسابها وهكذا. فاضل لي بس سبيرمان اللي لسه ما حليناش عليه. عايز ايرور ات اكس ايكوال 10 واحده دي المعادله. يا باشا ات اكس ايكوال 10 ركز معايا فيها. هتاخضر ات اكس ايكوال 10 هتروح عامل لي كده اهو يبقى الواي ايكوال 8 ده التيبل فاليو. طب الايكويشن بقى فاليو قال لك هتعوض 4.2 بلس 0.3 تايمز 10 شوف يطلع لك بكام. يطلع لك ب 7.2. يبقى الايرور عباره عن التيبل فاليو ماينس الايكويشن فاليو اللي هو ب 0.8. if error ركز معايا if error is 0.3 then the value of x satisfies the regression equation at error لما الاكس تبقى ب 8. تاني معلش في السؤال ده عشان السؤال ده مهم. at x equal 8 لما الاكس تبقى ب 8 اهو الايرور ب 0.3 يعني الايرور 0.3 يساوي التيبل فاليو بكام؟ التيبل فاليو قال لك 6 ناقص الايكويشن فاليو مش معايا
الايكويشن فاليو هديها رمز مثلا هديها كي مثلا. تعرف تجيب لي الكي؟ طبعا اعرف اجيب لك الكي يا مستر. ازاي؟ هتودي ده هناك يبقى الكي راح بالبوزيتيف، وتودي ده هناك بالماينس يبقى 6 ماينس 0.3 يبقى 5.7 مستر. الحق ما لقيتهاش في الاختيارات، ما لقيتهاش في الاختيارات يا مستر. ايوه يا حبيبي، عشان كده قايل لك ان هم بيبقوا ناتجين كذا مره، تعمل دي ودي. دي 5.7 ما لقيتهاش، تروح عامل لي اور بقى لها ايه 0.3 ايكوال الكي ماينس 0 ماينس 6، فتودي 6 هناك بالبلس يبقى الكي عباره عن 0.3 بلس 6 اللي هي 6.3. مستر مش فاهم اي حاجه، امسح لي دي يا معلم، امسح لي كل ده، تك 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 تك، امسح تاني. التيبل فاليو بكام يا جدعان؟ التيبل فاليو ب 6 يا مستر. الاجابه بتاعت الايرور بكام؟ 0.3 يساوي 6 ماينس كي او 0.3 عباره عن كي ماينس 6. ده لو حليته هيطلع لك 5.7، ده لو حليته هيطلع لك 6.3. شوف ايه اللي معاك من الاختيارات وحله. ده معاك ولا ده معاك؟ لا ده اللي معايا، يبقى ده اللي صح. ده مش معاك خلاص. هل هو في الامتحان هيجيب لك الاثنين؟ لا، هو هيجيب لك يقول لك maybe او then the value of x، يعني يقول لك مثلا maybe، هيقول لك maybe واحده منهم one of the values كده يعني. then the error، هو كان عايز الايرور، قال لك at الواي لما الاكس تبقى ب 40، الاكس ب 40 فين الاكس ب 40 اهي، الاكس ب 40 اهي. فقال لك at x equal 40 يبقى التيبل فاليو ب 28 ماينس، عايز الايكويشن فاليو. هتجيب بقى الايكويشن دي تروح تحت عاملها 8.48 بلس 0.438 تايمز 40 عشان اكس ب 40. يلا بينا نعوض. طلع ب 24.632. فحضرتك هتروح تختار ده على طول وتنسى انت محتاج ايه. صح طبعا لا. هتعمل ده ماينس ده يطلع لك 0.4، لا هيطلع لك لا مش 0.4، مش 0.4 انا اسف، 28 ماينس الكلام ده كله هيطلع لك 3.368. ركز بالله عليك في السؤال ده، مهم السؤال ده. تاني 28 دي يا جدعان عندنا صح؟ 28 اهي من الجدول ده، دخلته في المعادله دي، دخلت الاكس ب 40 طلع لي ده، رحت عامل ده ماينس ده طلع لي ايه 3.368. 36 From the opposite table the equation regression line on y كذا. انا عايز اعمل regression line دلوقتي، انا عايز اعمل regression line، فبعمل حاجه حلوه قوي هي البي. كان قانونها n summation xy minus summation الاكس في summation الواي على n summation x باور 2 minus summation الاكس all ايه all باور 2. يلا بينا. ال n عندي ب 3 تايمز السمشن اكس واي. مش عارف حاجه يا مستر، مش عارف حاجه يا مستر، عشان انت حضرتك ما عملتش الايه، ما عملتش الجدول. هنا تكتب الاكس، هنا تكتب الواي، هنا تكتب الاكس واي، هنا تكتب الاكس باور 2. 1 2 3 6 5 4. 1 تايمز 6 ب 6، 2 تايمز 5 10، 3 تايمز 4 12، اكس باور 2 1 باور 2 2 باور 2 3 باور 2. اجمع سمشن الاكس طلع لي ب 6، سمشن الاكس 6، سمشن الواي طلع لي بكام يا مستر؟ ب 15. سمشن الاكس واي طلع لي ب 28. سمشن الاكس باور 2 طلع لي ب 14. يلا نعوض عوض بقى دلوقتي. الان بكام؟ قلنا ب 3. الاكس واي قال لك ب 28 ماينس السمشن اكس قال لك ب 6 وسمشن الواي قال لك ب 15 على الان قلنا لك ب 3 تايمز الاكس باور 2، الاكس باور 2 ب 14 ماينس الاكس باور 2 6 باور 2 طلع بكام؟ طلع بنيجاتيف 1. البي طلع بنيجاتيف 1، البي طلع بنيجاتيف 1، يعني البي يا مستر طلع بنيجاتيف 1. تمام. طب الاي بقى يا باشا، الاي عندك قانون اللي هو ان اي، لا البي قال لك سمشن الواي ماينس البي سمشن الاكس على ان. السمشن اوف واي كان بكام يا سعاده البي؟ كان ب 15 ماينس البي اللي هو نيجاتيف 1 تايم السمشن اوف اكس اللي هي ب 6 على ان اللي هي ب 3. يطلع لك بكام؟ يطلع لك ب7. يعني البي بنيجاتيف 1 والاي 7. تعرف تعمل لي المعادله؟ طبعا يا باشا.
طبعا يا مستر هعمل لك 7 بلس نيجاتيف 1 اكس، يعني 7 ماينس اكس اهي. طب انا مستر طيب وغلبان وابن حلال وحلتها، تعرف يا مستر تحلها لي اسرع؟ بص كده، طبعا ده كلام الناس اللي اللي عايزه تفهم. قال لك الاكس بيزيد 1 2 3، الاكس بيزيد. قال لك الواي 6 5 4 بيقل، يعني نيجاتيف صح؟ يعني انفرس صح؟ انفرس. فين الانفرس من دول؟ قال لك يا ده يا ده، بس ده وده شبه بعض، فالبي على طول بنيجاتيف 1 اهو. رحت داخل في الاي على طول بالنيجاتيف على طول من غير ما اعمل جدول وبتاع، طلع لي ب 7. رحت عامل 7 ماينس 6 على طول، ده لو انت عايز تحلها بسرعه يعني. ايرور، عايز الكي. بص زين ذا 1 اوف ذا فاليو، شفت زين ذا 1 اوف ذا فاليو عشان هم ليهم رقمين. يلا قال لك الايرور ب 0.4 يساوي التيبل فاليو اللي هو الكي ماينس الايكويشن فاليو اللي هو 12.6. قال لك التيبل فاليو بكام؟ قال لك بكي عشان لما التين تبقى ب 10 يعني، فهواجي ده هناك بالبوزيتيف يبقى 13، يبقى الكي ب 13. خلاص كده الكي ب 13 تمام. طب ايه الاجابه الثانيه؟ الاجابه الثانيه لو كانت عندي يعني حظك ان هو طب لو الاجابه الثانيه 0.4 يساوي 12.6 ماينس كي، فالكي تبقى 12.2، بس مش عندي فاشتغلت على ال 13. سبيرمان كوريليشن تقريبا دي واللي تحتها سبيرمان. سبيرمان تقريبا خلصنا. سبيرمان بقى يا معلم، علشان اخر سؤالين سبيرمان، فركز معايا فيهم بقى واحده واحده. قال لحضرتك انا في سبيرمان بعمل ايه؟ بكتب الاكس الاول واكتب وارتب، هرتب 1 2 3 7 9. طب الواي يا مستر؟ الواي هرتب، هقول لك اصغر حاجه عندي هي الباس، ثم الجود، ثم الجود، ثم الجود، ثم الاكسلنت. ينفع تدي كل واحد كرسي عادي جدا، عادي كرسي عادي. ادي 1 2 3 4 5. اللي مش متكرر ما عندوش اي ازمه، نزله زي ما هو بالكبير كده، 1 2 3 4 5. تمام تمام. قال لك بقى في اللي تحت، قال لك الباس 1 هنا، الجود 2 3 4 5. قال لك اللي ما عندوش مشكله نزله زي ما هو 1 5. طب الجود والجود والجود؟ قال لك هات لي الافريج. الجود والجود والجود قال لك هات لي الافريج. يلا كرسي 2 زائد كرسي 3 زائد كرسي 4 على 3 يدي لك كام؟ يدي لك 3. يبقى ده 3 ده 3 ده 3، عشان 2 بلس 3 بلس 4 9 ديفايدد 3 ب 3. تاني يا جدعان، التكرار بجمع الكراسي على عددهم. شوفوا هما كام، ما بجمعش عشان لو جات لي ارقام في بالله عليك بيعملوا ليه؟ مثلا التكرار جاب لي 3 3 4 مثلا، وهنا 1، فده خد الكرسي الاولاني الثاني الثالث الرابع، بيجمع لي 3 بلس 3 على 2. يا محترم 3 بلس 3 على 2 ازاي ما هيطلع 3 اصلا؟ ازاي يا حبيبي تجمعه على 2؟ اجمع لي الكراسي او الرانك هو اللي اتجمع. تمام امسح لي بقى الكلام ده كله عشان نشتغل. قال لك تمام، انا كده هبدا بقى اشتغل، اقول بسم الله في المساله. يلا قال لك هنا الاكس، هنا الواي، هنا رانك الاكس، هنا رانك الواي، هنا الدي، وهنا هيبقى طبعا الدي باور 2. تمام. قال لك يلا بينا نسمي الله. الاكس طلع ب 9، بعد كده 7، بعد كده 3، بعد كده 2، بعد كده 1. بعد كده قال لك الواي عباره عن جود اكسلنت جود باس. فالرانك بقى تكتب الرانك كالاتي، بسم الله يلا بينا. التسعه في الاكس ب5، دي 9 دي 9 دي 9 5. طب الجود في الواي، او خلينا نخلص الاكس، ال7 4. طب الثلاثه قال لك 3. طب الاثنين قال لك 2. طب الواحد قال لك 1. طب الرانك الواي، قال لك الواي عند الجود قال لك ب3. قال لك طب عند الجود قال لك ب3. قال لك عند الاكسنت ب5. قال لك عند الجود برضه ب3. قال لك عند الباص قال لك ب1 برضه. طيب إيه ماينس بقى، 5 ماينس 2، 5 ماينس 3 ب 2، 4 ماينس 3 1، 3 ماينس 5 نيجاتيف 2، 2 ماينس 3 نيجاتيف 1، وال1 ماينس ال1 بصفر. عشان اشيك على شغلي لازم ايه يا مستر؟ لازم تجمع لي الدهات وتطلع بزيرو. يلا نجمع الدهات. 2 بلس 1 بلس نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 1 بلس 0، كل ده يطلع بزيرو. طبعا يطلع بزيرو، عارف ليه؟ عشان ال2 ضيعت النيجاتيف 2، ال1 ضيع النيجاتيف 1، اتبقى لك صفر، يبقى انت كده مكمل تمام. هروح اجيب الدي باور 2، 2 باور 2 4، 4 باور 2 1، نيجاتيف 2 باور 2 4. بالله عليك
بالله عليك ما تعمل لي نيجاتيف 1 باور 2 فتلاقيها كده نيجاتيف 1 باور 2 هتلاقيها بالنيجاتيف 1 اهي نيجاتيف 1. تعملها لي ازاي بقى؟ كده كده نيجاتيف 1 سكوير كده. وريها لهم وايه وظبط الدنيا. عقبال ما انا اكمل هنا نيجاتيف 1 باور 2 ب 1 وهنا 0. وريها لهم من ورا. ايوه شفتوها يا جدعان؟ شفتوها؟ ماشي ما شوفوهاش مبكسله طز فيهم. هصورها لكم وارزعها لكم تعملها ازاي. طب وليه تعملها ازاي؟ ما اولا كده اي باور بيطير النيجاتيف يا جدعان. اي باور بيطير النيجاتيف والله العظيم اي باور بيطير النيجاتيف. فانت ليه مصمم تعمل؟ ماشي تيجي نجمع بقى دي. يلا نجمع الدي. هجمع الدي باور 2 4 بلس 4 بلس 1 بلس 1 ايه ده طلع ب 12 11 ولا ايه؟ 10 ولا ايه؟ ماشي 4 بلس 4 بلس 1 بلس 1 طلع ب 10. يبقى سميشن الدي باور 2 طلع ب 10. تمام. القانون بقى يا مستر، القانون يا باشا كان بيقول لي سيادتك ايه؟ 1 ماينس وتسكت ترجع كده بضهرك تروح عامل لي 6 تايمز سميشن دي باور 2 اوفر ان باور 2 ماينس 1. نيجي نعوض. يلا نعوض. 1 ماينس ترجع بضهرك 6 تايمز 10 على الان بكام؟ قالك ب 5. 5 باور 2 ماينس 1. يلا نعوض ونشوف الدنيا بتقول لنا ايه. 1 ماينس اعمل علامه الفراكشن 6 تايمز 10 على الان ب 5 يبقى 5 وبعد كده افتح براكت 5 باور 2 ماينس 1 يطلع لك ب 0.5. مستر 0.5 دي مش موجوده في الاختيارات. هنعمل ايه؟ ده السؤال يا باشا كان في الاسترشادي موجود السنه اللي فاتت. وكان بغلطته دي. فاحنا حطينا تقريبا بغلطته. ده يا باشا كان سؤال في الاسترشادي وطلع بايه؟ نفس كده طلع بس ايه؟ ب 0.5. طب نعمل ايه يا مستر؟ طبعا السؤال مش هيجي لك بالغلطه دي يعني. طيب نراجع تاني برضو مره كمان. قال لك ايه؟ قال لك هرتب 1 2 3 4 7 1 2 3 7 9. اديت كل واحد الرانك بتاعه. قال لك باس جود اكسلنت. باس جود اكسلنت. الباس نزل بواحد. الجود قال لك ب2 و3 و4. رحت جاي مع 2 بلس 3 بلس 4 على 3. قال لك يبقى 3 زي الفل. قال لك الاكسلنت ب5. رحت كاتب 5 4 3 2 1 اللي هو رانك اوف اكس. طب رانك اوف واي؟ قال لك الجود ب3. الاكسلنت 5. الجود 3 1 3 1 ماينس دي طلع زي ما هو بصفر. رحت عامل باورات بتاعتي طلعت لي الاجابه ب 10. سمشن الدي باور 2 طلع ب 10. رحت عامل 1 ماينس 6 تايمز 10 على 5 باور 2 ماينس 1 طلع لي الاجابه ب 0.5. عادي جدا ما تلاقيش الاختيارات. عادي جت في الاسترشاد وفيها ايه؟ فيها غلطه زي ما هي. عايز اجيب سبيرمان رانك بقى. نختم برضو بس بواحده بقى ايه ليها كلمات. يلا نختم بدي. ادي الجدول. طب طبعا احنا متاخرين في الجدول. احنا المفروض يعني ايه عملنا بدري شويه. طيب بتعمل ايه هنا؟ هتكتب الاكس على جنب وتكتب. يلا هرتب ويك. طبعا دي ويك ثم باس ثم جود ثم فيري جود ثم اكسلنت. فعلا 1 2 3 4 5 فعلا 5. طب الواي قال لك ان هي باس ثم جود ثم فيري جود ثم اكسلنت. ادي كل واحد الكورس بتاعه وبعد كده يلا نتعارك. قال لك 1 2 3 4 5. هل في عراك؟ قال لك لا، ده 1 ينزل زي ما هو، 2 ينزل زي ما هو، 3 ينزل زي ما هو، 4 ينزل زي ما هو، 5 ينزل زي ما هو. طب الواي قال لك ده 1 2 3 4 5 ينزل 5 زي ما هو، 4 زي ما هو، 1 زي ما هو، 2 و3 فيهم خناق. 2 و3 فيهم خناق. الجود والجود هعمل ايه؟ هجمع 2 بلس 3 على 2 يبقى ده 2 ونص وده 2 ونص. 2 ونص و2 ونص. ينفع بقى نيجي ننقل الكلام ده كله؟ يلا بينا ننقل يا باشا. هنا الاكس هنا الواي. رانك الاكس رانك الواي الدي باور 2. يلا بينا. قال لي سيادتك هنعمل ايه؟ هنكتب الاكسلنت ثم نكتب الجود، نكتب الباس ثم نكتب الفيري جود، نكتب الجود ثم نكتب الجود، نكتب الويك ثم نكتب الاكسلنت، نكتب الفيري جود ثم نكتب الباس. الاكسلنت في الاكس قال لك ب5. الباس في الاكس قال لك ب2. الجود في الاكس قال لك ب3. الويك في الاكس قال لك ب1.
الفيري جود في الاكس قال لك ب4. طب الواي بقى يا رجالتنا، الواي قال لك الجود في الواي ب2.5. الفيري جود قال لك ب4، الجود 2.5. قال لك الاكسلنت 5، الباس قال لك ب1. يلا نرقم الدنيا. 5 minus 2.5 2.5، 2 minus 4 negative 2، 3 minus 2.5 0.5، 1 minus 5 negative 4، 4 minus 1 3. عايز اجمع بقى كل الكلام ده كله وربنا يستر. يلا نجمع كل ده عشان هو لو في حاجه هنا غلط منقوله فكل ده ايه هيعوز يتظبط. 2.5 بلس نيجاتيف 2 بلس 0.5 بلس نيجاتيف 4 بلس 3 طلع بصفر. يبقى دي يا جدعان طلع بصفر. يبقى احنا مكملين يا باشا على عهد، على عهد مكملين. دي باور 2 قال لك 2.5 باور 2 طلع لك 6.25. نيجاتيف 2 باور 2 4، 3 باور 2 9، 14 4 باور 2 16، 0.5 باور 2 بتقريبا ربع اهو. يلا عايز اجمع سميشن الدي باور 2. يبقى 6.25 بلس 4 بلس 0.25 بلس 16 بلس 9 يطلع لك 35.5. يبقى 1 ماينس 6 تايمز 35.5 على 5 باور 2 ماينس 1. يطلع لك بنيجاتيف 0.775. يا مستر هو كل شويه ما نلاقيش اللي بتاع في الاختيارات؟ لا دي يا جدعان اجابتها دي اكيد، دي برضو ايه اكيد. بس ايه يا مستر ايه اللي حصل؟ تقريبا لان هنا كانت ب6، لان هنا كانت ب6 وايه وفي هنا لعبكه، بس دي هنظبطها يعني، دي هنظبطها. يبقى تاني دي تحل ازاي يا رجاله؟ تحل كالاتي. هنعمل ايه؟ الاكسلنت والجود والباس والفيري جود وهكذا نكتبهم زي ما هم هنا. اللي يخلينا متاكدين ان احنا صح يا باشا عشان الدي بصفر، الدي الحمد لله طلع بصفر. فاحنا عندنا هنا مشكله في ايه؟ ما عندناش ولا مشكله. عملت ده باور 2 ب 6.25، عملت باور 2 بقى ب 4، 0.5 باور 2 ب 0.25، نيجاتيف 4 باور 2 ب 16، 3 باور 2 ب 9. طلع لك كل ده بكام؟ بنيجاتيف 0.775. تمام تمام. كده خلصنا، كده خلصنا. كلمتين من القلب بقى. بصوا يا جدعان، في دبانه هنا رخمه. بصوا يا جدعان، الحمد لله احنا كده خلصنا شابتر 1. طبعا عاملين مجموعات من الاول من البدايه، وعاملين اونلاين لو حضرتك عايز تخش فبتمتحن او مش بتمتحن. لو انت جاي من الاول خالص بتخش وبتكمل وبتبدا من اول وجديد وعادي من اول حصه وامتحان كل حصه وكل الكلام ده. لسه عندك وقت يعني، سواء انت طالب بادئ بدري او بادئ في الوقت الصح اللي هو الشهر اللي فات، بحيث ان احنا نلحق نعمل ايه؟ نلحق ناخد راحه، نلحق نعمل ريفريش، نلحق نراجع كل شابتر، نلحق نظبط الدنيا في كل شابتر. يعني مثلا الناس اللي هتبدا فدي مش هنعرف معاها نراجع كل شابتر. ايه اللي هيحصل؟ ان هم هيبقى مثلا مخلص الشابتر يوم السبت هيراجع عليه يوم الثلاث مثلا. انما انت كل اسبوع بتاخد حته صغيره وبتاخد معاك يعني في وقت بتشتغله، في حاجات بتعملها. انما الطالب لسه هيبدا فانت بتضغط نفسك. في طلبه هتبدا شهر 12 وشهر 1 وبتقفل. عارف، انا كنت كده على فكره في ثالثه ثانوي. بدات مثلا مواد في الاواخر شويه، بس قدرات يا جدعان، قدرات يا ابطال. قدرات كل طالب وقدراته، كل طالب وهل بيعرف فعلا يلم الدنيا ولا لا، بيعرف يظبط الدنيا ولا لا، بيعرف يشتغل شغل من نار ولا لا. في طالب بيحب على الهادي، اخد النهارده درس بكره درس بعده درس وهكذا. في طالب بيعرف يلعب الثلاث اربع دروس في يومين وعلى طول. فقدرات، وما تحاسبش نفسك على قدرات غيرك، انت كل واحد بقدراته، كل واحد بشغله. تمام. فاحنا كده الحمد لله خلصت شابتر 1. شابتر 1 عليه تقريبا بتتكلم في 12 درجه مضمونين باذن الله. الاسئله دي لو انت حضرتك حليتها بافكارها مضمونه باذن الله. فبالله عليك صح بالله عليك شد حيلك، بالله عليك ركز. انا متفائل بيك، انا واثق فيك، وباذن الله اشوفكم دايما على خير، واشوفكم باذن الله مكسرين الدنيا وعاملين شغل كويس. واجتهد اجتهد اجتهد عشان ما تقولش يا ريتني كنت ذاكرت. يلا سلام عليكم.